Have you ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. في الليلة اللي بدأ فيها الكابوس، صوت كعبها العالي هو الحاجة الوحيدة اللي بتكسر الصمت. خطوات رجليها وهي بتجري، وواضح جدا من الصوت إن هي بتسرع خطوات رجليها. الجو بارد والمطر الخفيف بيعكس ضوء أعمدة الإنارة على الأسفلت. الجامعة هادية ومفيش حد ماشي خالص. البنت حست إن في حاجة غلط. إحساس جواها بيقول لها إن في عيون بتراقبها. بتسرع خطوتها هي كمان وبتحاول توصل للعربية، بس الإحساس مش بيقل وهي بتقرب من العربية. إحساسها بالقلق وبالخوف بيزيد، وبصوابع بترتعش بتدور على المفاتيح بتاعتها جوه الشنطة. بس اللي هي كانت خايفة منه حصل، وفي إيد فجأة وبدون أي مقدمات بتشدها لورا وبعنف. البنت بتحاول تصرخ بس ما طلعش منها أي صوت. حاولت تقاوم لكن في الآخر اتسحبت في كلمة. والصبح عربيتها لسه واقفة في مكانها، الباب متوارب زي ما تكون كانت بتحاول تدخل بس ما لحقتش، وبقع دم واحدة صغيرة موجودة على الأرض. مفيش شهود، مفيش أي أثر ليها. ودي كانت بداية الرعب. امتى الشر بيتولد؟ وهل فعلا ممكن يكون حد قاتل وما يبانش عليه خالص؟ ايه اللي ممكن يخلي حد يقتل بدم بارد ويرجع يكمل حياته عادي؟ هما القتلة متسلسلين بيتولدوا كده، ولا يا ترى في حاجة بتحصل في حياتهم هي دي اللي بتخليهم وحوش؟ في العادي واللي احنا متعودين عليه ان احنا بيبقى عندنا ستيريوتايب، شكل او قالب بنتصور فيه المجرمين. لازم يكون حد شكله مرعب، مخيف، عنيف في تصرفاته، وواضح ان في شر جواه. لكن الواقع مش دايما بيكون كده. احيانا واحيانا كتير بيكون اخطر الناس هم الناس اللي مستحيل تتخيل ان ممكن يجي منهم شر. في السبعينيات امريكا كانت كلها مرعوبة، البنات بيتخطفوا بدون اي اثر، والشرطة مش فاهمة حاجة، والاعلام مرعوب، وفي حالة هستيريا مسيطرة على المجتمع كله، والخوف سيد الموقف. القاتل كان ذكي ومتلاعب وبيعرف يخدع اي حد، والفترة فضل مش معروف خالص. ولما أخيرا تم القبض عليه كانت المفاجأة إن هو شخص لبق ووسيم وذكي ومهذب ومبتسم كمان، واسمه تيد باندي. لكن مين هو تيد باندي فعلا؟ وليه بقى أخطر قاتل متسلسل في أمريكا؟ لما الناس عرفت إن القاتل المتسلسل اللي بتدور عليه الشرطة هو شاب وسيم ولبق وذكي، محدش صدق في البداية. باندي ما كانش المجرم اللي انت ممكن تتخيله. كان عنده كاريزما وحضور قوي جدا، لبق في كلامه، وسيم، مهندم، وبيجذب الناس ليه بسهولة جدا، وبيعرف يخلي أي حد يثق فيه كمان. كان بيعرف يستخدم الكاريزما اللي عنده دي كويس جدا، مش بس علشان يهرب، لا ده كمان كان بيستعملها كويس جدا في إن هو يصطاد. تيد باندي كان مبدع في إن هو يخلي الضحايا بتوعه هم اللي يساعدوه بإرادته، وهم اللي يبقوا عايزين يقربوا منه أكتر، لأن هم دايما بيشوفوه شخص محترم ويستحق المساعدة، مستحيل يكون مؤذي. ودي كانت الخدعة دايما. باندي كان طالب شاطر في دراسته واجتماعي، وعنده قدرة غير طبيعية في خداع الناس. For somebody who believes he is so innocent, why was there no emotion? People say Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in there. I showed emotion. You know what people said? See, you really can get violent and angry. لكن وزي ما هو متوقع عنده نقطة ضعف. نقطة ضعفه الوحيدة كانت هي الستات، علاقاته العاطفية. وباندي لسه شاب صغير اتعرف بواحدة جميلة ومن عيلة غنية، وحبوا بعض، وكان شايف فيها كل حاجة نفسه تكون موجودة فيه. وطبعا حاول يثبت نفسه ليها، حاول يكون الشخص المناسب، لكن في النهاية سابته. المشكلة بقى ان هو ما قدرش يتجاوز الصدمة، ومن يومها وبدأ يصطاد الضحايا بتوعه شبهها. كانوا كلهم نفس شكلها، نفس الشعر واللون والملامح، وكأنه كان بيقتلها كل مرة من جديد. طيب وبالذكاء القاتل ده كان بيصطاد الضحايا بتوعه ازاي؟ باندي ما كانش بيمسك سلاح ويطلع يجري ورا ضحيته، بالعكس ده كان دايما عنده خطة في غاية الذكاء تخليهم هم اللي يجولوا لحد عنده. هو يقول للضحية تعالي يا ضحية، تيجي الضحية. كان بيحط كبيرة على ايده او رجله ويمثل ان هو مصاب، يقف جنب عربيته مسكين مستني لحد ما البنت اللي هو عايزها تعدي ويعمل ان هو بيطلب منها المساعدة، واول ما تقرب وتديله امان يخبطها على راسها خبطة واحدة يفقدها الوعي، وبعد كده ياخدها ويوديها على المكان اللي هو عايزه، وتبدأ الجريمة. البنات كانوا فعلا بيحسوا بالأمان معاه لحد اللحظة اللي اتغير فيها شكل وشه ونبرته تبقى باردة وعينيه تبقى بتلمع بالشر. باندي هرب من الشرطة مرتين مش مرة واحدة، بس هو ازاي عملها؟ ازاي كان بيقتل وبيتلاعب بالمحققين
في نفس الوقت؟ وهل هو فعلا كان مجنون؟ هندخل مع بعض أعمق في عقل باندي ونعرف هو إزاي خدع العالم كله ولحد آخر لحظة في حياته. هو إيه اللي كان بيدور في عقل باندي؟ القتلة المتسلسلين عندهم أنماط سلوكية مشتركة زي عدم الإحساس بالذنب، حب السيطرة، الهوس بتكرار الجرائم بنفس الطريقة، لكن باندي كان حالة خاصة جدا. الطبيبة النفسية دورثي لويس درست حالته كويس ولقت إن هو بيجمع بين 3 صفات خطيرة جدا. أول صفة من الصفات دي هي السايكوباتية، وهي عدم القدرة على الشعور بالذنب والتعاطف، قدرة مذهلة على التلاعب بالناس ومشاعرهم وإقناعهم بأي حاجة هو عاوزها. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which have been filed against me. And the allegations. And the allegations. And the rumors and the تاني حاجة بقى هي السادية. العنف عنده ما كانش مجرد وسيلة للقتل، ده كان متعة، كان بيحب يشوف الرعب جوه عيون ضحاياه. وتالت حاجة لقيتها فيه هي النرجسية، كان شايف نفسه أذكى من الشرطة ومن كل الناس اللي حواليه، كان مؤمن إن هو مختلف ومستحيل يتقبض عليه. ولما اتعمل له اختبار مقياس السيكوباتية كان أشطر كتكوت. باندي جاب 39 من 40، درجة نادرة حتى بين أشرس وأخطر المجرمين. بس المدهش إن هو ما كانش مجنون خالص، بالعكس كان عبقري في التخطيط وفي الخداع وفي الهروب. الهروب الأول سنة 1977 أخيرا اتقبض على باندي وحطوه في سجن مشدد. لكن تفتكر باندي استسلم بسهولة؟ طلب إن هو يدخل المكتبة القانونية بتاعة السجن علشان يحضر للدفاع عن نفسه، والشرطة ما كانتش شايفة إن في حاجة خطر في كده، المكتبة جوه السجن، فسمحوا له إن هو يدخل المكتبة مش متكلبش ومن غير حراسة مشددة. باندي وقف جنب الشباك جوه المكتبة وبص تحته، لقى إن هو في الدور الثاني والارتفاع تقريبا 6 متر. ما فكرش كتير، نط من الشباك وطلع يجري، هرب وفضل حر طليق أسابيع لحد ما الشرطة جابته وقبضت عليه تاني. بس احنا زي ما قلنا هو هرب من الشرطة مرتين. بعد ما رجعوه سجن مختلف ومشدد أكتر من الأولاني. لكن باندي بدأ يفكر ويخطط بذكاء. باندي لاحظ إن سقف زنزانته فيه فتحة صغيرة جدا، بدأ يحفر فيها كل يوم شوية بصبر رهيب، وعلى مدار شهور قدر يوسعها كفاية إن يقدر يعدي جسمه منها. الأوضة بتاعت باندي كانت في الدور الأخير، فهو كان بيخرم بالسقف للسطح. وفي ليلة هادية وبعد كام شهر باندي زحف على السطح ونط بره السجن من غير ما حد ياخد باله وهرب. وبعدها ب3 أيام باندي قتل 3 بنات في نفس الليلة في فلوريدا. تقولش بينتقم؟ كان واضح جدا ان هو مش قاتل طبيعي ومش واحد عادي. تيد باندي اتولد سنة 1946، ومن يوم ما اتولد وهو عايش في كدبة كبيرة. أمه كانت مراهقة وغلطت مع واحد وحملت فيه بدون جواز، وعشان العيلة تتجنب الفضيحة قرروا يقولوا له إن جدته هي أمه وأمه تبقى أخته. كبر وهو مش عارف هويته الحقيقية وسط بيت مليان أسرار وظلم وعنف. جده كان راجل قاسي جدا، بيحب يعذب الحيوانات ويأذي جيرانه، وجيرانه كانوا فعلا بيخافوا منه، وبيفرض سيطرته على الناس اللي حواليه، وكل اللي حواليه بيكرهوه إلا باندي. باندي الصغير كان بيحبه وبيحب يقلده كمان. وفي يوم خالته صحيت من النوم لقت باندي واقف جنب السرير وعينيه فاضية أكنها إزاز، وهو راصص جنبها سكاكين المطبخ وبيتفرج عليها وهي نايمة. لما حكت الكلام قالوا ده طفل وبيلعب، لكن الحقيقة بقى دي كانت بداية الكابوس. التحليل النفسي بيقول إن القتلة المتسلسلين عندهم حاجة اسمها الاستثارة العاطفية المنخفضة، يعني ببساطة كده حياتهم مملة، مفيش حاجة بتثير اهتمامهم، ولا حتى الخوف الصحي الموجود عند الناس موجود عندهم زي الناس الطبيعيين، وما بيحسوش بالسعادة ولا التوتر بسهولة خالص. لكن لحظة القتل بقى موضوع مختلف تماما. الناس اللي زي دي بتقول إن دي اللحظة الوحيدة اللي بيحسوا فيها إنهم أحياء فعلا، وهو كان عارف إنه يقدر يتحكم في حياة شخص بالكامل، يعيش أو يموت، يتعذب أو لأ. وبالنسبة لباندي ده كان إحساس بالألوهية. بس يا ترى في النهاية هل ندم؟ سنة 1989 وبعد ما اتحكم عليه بالإعدام، باندي كان قاعد في زنزانته الأخيرة وهو عارف إن هي دي نهايته، مش هيقدر يتحايل على حد ولا هيعرف يهرب المرة دي، مفيش خطط. وفي اللحظة الأخيرة سألوه تحب تقول حاجة؟ رد عليهم وقال بكل هدوء قولوا لأهلي وصحابي إن أنا بحبهم. مفيش أي إحساس بالذنب نهائي، ما طلبش مغفرة، ما اعتذرش، ما جابش سيرة الضحايا بتوعه، لأن ببساطة هم ما يهموش ولا يفرقوا معاه أصلا. For somebody who believes he is so innocent, why was there no emotion? People say Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in that. I showed emotion. You know what people said? See, you really can get violent and angry.
المفتاح اتلف والكهرباء اشتغلت وانتهت أسطورته للأبد. بعد إعدام باندي العلماء قرروا إن هم يحللوا مخه يشوفوا إذا كان فيه مشكلة أو إعاقة، بس المفاجأة إن مخه تشريحيا كان سليم بنسبة 100%. يعني باندي كان سايكوباتي بالكامل، مش أكتر ولا أقل. واحد معتل نفسيا مش مرض عضوي، يعني هو ما كانش مجنون بالمعنى التقليدي، كان عبقري لكن بدون مشاعر، إنسان بس ما عندوش قلب. قصة حياة باندي اتعمل عليها أفلام، وأوحد لمؤلفين يعملوا قصص تانية مستوحاة من قصة باندي، وكتاب عمل منه أسطورة عمل له معجبين في كل حتة. لكن السؤال الأهم بقى، كام شخص زي باندي عايشين حوالينا لكن لسه ما بدأش يقتل؟ لو عجبتكم الحلقة أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.